السلام عليكم، إزيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض الرز البسمتي واللحمة الضاني بطريقة كده تحفة بجد، أي حد هيدوقها من إيدِك هيسألِك على طريقته، كمان هيقول لِك أنتِ حاطة في الرز البسمتي ده إيه، لإني هاقول لِك على شوية تكات للرز البسمتي هتنسيكِ أي رز بسمتي كلتيه قبل كده، وهتعتمدي الطريقة دي بإذن الله. بس في البداية نسمّي الله ونصلّي على الحبيب المصطفى الغالي، ولو لسه ما اشتركتيش معايا في القناة يشرّفني إنِّك تنضمي لقناتي. شايفين اللحمة وجمالها، شايفين هي دايبة إزاي؟ هاقول لِك على طريقة روعة، روعة، روعة وبسيطة جدًا هتطلّعي بيها اللحمة حاجة كده خرافة. بس زي ما قُلنا نسمّي الله ونصلّي على الحبيب المصطفى الغالي، ولو لسه بقى ما اشتركتيش في القناة يشرّفني إنِّك تنضمي لقناتي. بدايةً كده أنا معايا شوية من الزيت، ضِفت عليهم معلقة كبيرة كده من السمنة، نزلت عليهم بكام ورقة كده من الورق اللوري، وواحدة كده من الليمون المجفف، ونُص معلقة صغيرة من الكمون، وعندي برضه هنا توابل كبسة نزلت عليهم بمعلقتين كبار من توابل الكبسة، ده للنُص كيلو. هادّيهم بس كده تشويحة كده في الزيت بتاعنا، أنا عايزة بس ريحتهم تطلع. بعد كده هانزل بالرز البسمتي، ده نُص كيلو زي ما قُلنا، أنا غسلته وصفّيته بس ما نقعتوش، هاحطه برضه معاهم وهادّي له تحميصة برضه كده. بعد ما ابتدى لونه بس اللي هو يبتدي يظهر كده في اللون الدهبي، هانزل عليه بمعلقتين كبار من آآ الصوص اللي بيبقى نازل من الفراخ المشوية، أنا ما باستغناش عنه. أنا باعينه لو باعمل محشي ورق عنب أو باعمل رز بسمتي، صراحةً بينقلهم لي نقلة تانية خالص، فأنا أي صوص باقي عندي باحطه في الفريزر باستخدمه بعد كده زي ما قُلت لكم. عندي هنا برضه مكعب من الماجي، هاعمله بس كده ما بين إيديّا وهابتدي أنزل بيه على الرز وأدّي له كده تقليبة، وهانزل على كل كوباية من الرز، يعني بتعايري كل كوباية من الرز ليها كوبايتين من المَيّة. أنا المَيّة بتاعتي على فكرة مش مغلية، مَيّة عادية خالص من الحنفية، أنتِ ممكن تحطي مَيّة مغلية زي ما بتحبي يعني. أنا دُقت الرز بتاعي طبعًا أنا حاطة فيه تتبيلة وحاجات والمرقة كمان فيها ملح، فلقيته محتاج شعرة بسيطة جدًا من الملح، فهي دي كده كانت ضبطة الرز بتاعي. أنتِ طبعًا بتضبطي الرز بتاعِك على حسب ما بتدوقيه. بابتدي أسيب الرز بتاعي لحد ما يبتدي يتشرب بالشكل ده. أول ما بيكون بالشكل ده بابتدي إن أنا أهدّي عليه خالص وأسيبه يستوي براحته كده. هنيجي بقى للحمة بتاعتنا، عندي هنا حلة سخنة خالص أنا حاطاها تسخن من قبل ما أحط اللحمة بتاعتي، بعد ما سخنت معايا خالص هابتدي إن أنا أنزل باللحمة الضاني بتاعتي، هادّيها بس تشويحة كده من الجنبين. بعد ما خدت معايا تشويحة من الجنبين هابتدي أنزل ببصلتين كده متوسطنين، مقطّعاهم شرايح بالشكل ده، وهابتدي إن أنا بس كده أدّيهم تقليبة، وهابتدي أنزل بنُص معلقة صغيرة كده من الملح، ونُص معلقة صغيرة برضه من الكمون، وكذلك من الفلفل الأسود نُص معلقة برضه صغيرة، هادّيهم بس تقليبة كده عشان التوابل. بعد كده هانزل عليهم بكام ورقة كده من اللوري، وهاسيبهم إنه على بال ما البصلة معايا تدبل، أشوحهم بس كده مع بعض، عايزة بس البصلة بتاعتي تدبل.
عندي بقى هنا الرز، انا حبيت اوريهولكوا. هو كده ابتدى يدخل في مرحلة السوا، يعني كان باقيله شوية. هسيبه برضو يكمل سواه وهرجع للحمة بتاعتي. عندي اللحمة بتاعتي اهي. هي البصل معايا دبل، ونزلت عليه بفنجان صغير كده من المية المغلية. لازم انا احط مية مغلية عشان اللحمة بتاعتي ما تشدش معايا. هسيبها بقى مع بعض تستوي، وكل ما تحتاج مية هبتدي ان انا ازودها. يعني مش هو ربع الفنجان بس، بزودها بالتدريج زي ما قلت، وبزودها مية مغلية، ما بزودهاش مية من الحنفية. وادي الرز بتاعي استوى خلاص كده. واللحمة بتاعتي برضو بعد ما استوت زي ما قلت لكم انا كنت بزود المية بالتدريج. كل مرة كنت بزود هو فنجان صغير كده من المية. اول ما تشربه بزود تاني لحد ما استوت معايا وبقت بالجمال ده. عايزة اقول لكم ان طعمها بيبقى خطير 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 خطير، جربيها والله بجد ما هتندمي. طعم اللحمة بيبقى خطير فعلا، بتاكلي لحمة، مش اي اضافات تانية ممكن تضيفيها عليها وتخلي طعمها يعني ما يبقاش ظاهر، او ما تحسيش ان انتي بتاكلي اللحمة الطبيعية بتاعتنا. شايفين ما شاء الله لونها عامل ازاي؟ ده علشان انا مستشوياها يعتبر على الناشف. بحط نسبة مية بسيطة جدا. شايفين ما شاء الله الجمال. والرز كمان ما شاء الله كان عاجب الاولاد جدا. اللهم بارك. الاضافات اللي بحطها عليه صراحة بتنقله نقلة تانية خالص. لو وصلتي بقى معايا الفيديو لحد هنا، ما تنسيناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. أسيبكم في رعاية الله.